الحال؟ يعني مو مديحا بتركيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواني الأحرار الشرفاء. طبعا هاي من خيمة الاعتصام، من خيمة الكرامي، من أمام معبر أبو الزندين، ولكن بأيادي لمنع فتح أي علاقات وتسكير هذا المعبر الإجرامي، معبر أبو الزندين، وعدم الاعتراف بالمجرم السفاح بشار أسد الإرهابي. الله يبارك فيكم ويبارك فيكم. تحياتي أستاذ مرهف، ربنا حياك يكرمك. الله يبارك في كل الأحرار. هاي دعوة عامة وواجب علينا كلياتنا إنه نلبي اعتصام الكرامة أو نساهم بإغلاق المعبر ونحاول نوقت فتح المعبر بالمطلق. هذا ما بيصب غير في صالح حكم بيت الأسد وبصالح دول إقليمية على رأسهم تركيا وروسيا وإيران. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. كلمة طيبة من رجل طيب. الله يبارك فيك. كلمة ثانية بحب أقولها. الله سبحانه وتعالى بيقول: وما النصر إلا من عند الله. نعم. ولا ينصرن الله من ينصره. صدق الله العظيم. يعني ما حدا يراهن على أي جهوي كان، لا تركيا ولا سعودية ولا قطر ولا أي دولة بالعالم. ما في دولة بالعالم تتمنى للثورة السورية إنه تنجح، ولا لحكم بيت الأسد إنه يسقط. وعلى فكرة ما في دولة بالعالم إلا ساهمت بمحاولة إفشال الثورة السورية عبر عملاء اللي اختارتهم أجهزة المخابرات الأجنبية بعناية فائقة، لا يحطوهم ممثلين وقادة علينا. وبنفس الوقت ما في دولة بالعالم إلا ساهمت بدعم حكم بيت الأسد المجرم مشان الاستمرارية بقتل الشعب السوري وإعادة تعويمه من جديد. لهيك لا حد يراهن على أي دولة، لا عربية ولا إسلامية، لا شرقية ولا غربية. الكل ساهموا بقتلنا، وكل ساهموا بالتضييق علينا، والكل ساهم بتهميش شرفاء الثورة، والكل ساهم باغتيال رموز الثورة وبقتلهم وبتصفيتهم. لهيك نحن ما من آمن غير أنه النصر من عند رب العالمين. بس متى ما حطينا أي دولة أو أي جهوي كان أنه هذا معنا وهذا بده ينصر ثورتنا وهذا بده يأزرنا، نحن بنكون شبه أشركنا بالله سبحانه وتعالى، لأن آية ما بتحتمل تفسيرين: وما النصر إلا من عند الله فقط. صدق الله العظيم. الله يجزيكم الخير ويبارك فيكم جميعا. تكبير. الله أكبر. هاي الغيارة، هاي الأحرار، طبعا هاي الثوار، من أرض ساحة الحرية، من أرض خيمة الحرية والكرامة، من أمام معبر أبو الزندين. عشتم يا أحرار وعاشت ثورتكم مباركة بإذن الله عز وجل. إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزيك الخير أخوي الحبيب أبو محمود.